لكل محبين صوبيا الرحماني جبتلكوا سر الصوبيا المزة من جوه المطبخ عنده. تابعوا معايا للاخر عشان تعرفوا ايه هو السر. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش اللايك والفولو. معايا لتر ميه مغليه، عليه كوبايه رز مغسوله ومتصفيه كويس. اهم حاجه التقليب المستمر عشان ما يلزقش، وهنكون مشغلين النار وسط. هقفل النار لما يوصل للدرجه دي مستوي بس فيه شويه ميه. بعد ما برد شويه هحطه في الخلاط عليه كوبايه لبن، هديله ضربه وبعدين انزل بكوبايه لبن تانية وكوبايه وربع من السكر ورشه فانيليا. ضربتهم مع بعض كويس جدا وهنزل بيهم في بوله. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا فولو عشان تشوفوا كل الوصفات اللي جايه. هاخد بقى من الخليط ده كوبايه، ودي كده الصوبيا الحلوه تتاكل بقى مع رشه قرفه او شويه مكسرات، بتكون حلوه قوي. لمحبين بقى الصوبيا المزه زيي هنجيب نص كوبايه لبن، عليها نص معلقه صغيره ملح ليمون ومعلقه صغيره خميره. هنزل بيهم بقى فوق الصوبيا الحلوه بتاعتي عشان تبقى مزه. اهم حاجه نضربها كويس قوي بمضرب كهربائي، او لو عندكم عجان او حتى بالمضرب اليدوي، بس اهم حاجه ندخل جواها هوا كتير. وعشان اتاكد ان هي دخل جواها هوا قعدت اعمل بالكبشه الحركه اللي انتوا شايفينها دي. هغطيها بقى واسيبها في اي مكان دافي لمده ساعه او اكتر. كل ما تخمر كل ما هيبقى طعمها احلى ومزه اكتر. بعد ما سبتها تخمر بقى حطيتها في التلاجة وطلعتها، عليها رشه قرفه كده طعمها تحفه زي الجاهزه بتاعه الرحماني واحلى كمان. وبس كده، جربوها قولولي رايكم في الكومنتات. والف هنا.